السلام عليكم. اليوم حندير لكم مقروط تقليدي بالغرس بدون اي اضافات، مقادير جد بسيطه كما تعودنا عليه من بكري، ويجي بنين بزاف. شوفوا الطراوه تاعو، يجي معسل، تحسيه مشرب من داخل. 3 كيلات دقيق، يكون متوسط ماهوش رقيق باه ما يجيكش المقروط تاعك معجن، وفي نفس الوقت ماهوش خشين بزاف، يكون متوسط هكا. ملح ديري كميه عاديه كيما كلي راح ديريه كسره، ولا ما ديريش قليل خاطرش كذاك المقروط تاعك يجي العجينه تاعو صامطه. كيلو سمن ذايبه وبارده، حكيه بين يديك بهذا الشكل مليح حوالي ربع ساعه الى 20 دقيقه باه تتاكدي باللي حبه الدقيق تاعك شربت السمن مليح باه يجيك مرمل في الاخير. بعد ما تحكيه مليح من المستحسن تخليه يبات. بعد ما يبات نديروا له كيلو ماء، نديروها له بالتدريج وخلطيه هكا برك باطراف الاصابع بلا ما تعجني. بعد ما تخلطيه هكا يتشمخ شويه، خليه يرتاح على الاقل نصف ساعه او 40 دقيقه. اذا حبيتي ديري مزهر خلطي في الكيله تاعك شويه مزهر، انا ما شتيش الريحه تاعو ما نديروش. والكيله تاع المن تاعك قادر يديها اكل قادر ما يديهاش كامل، على هذيك ديريها بشوي على حسب الدقيق تاعك يشرب ولا ما يشربش. هاي بعد ما ريحت العجينه تاعي، انا بالنسبه لي لهنا مانيش محتاجه نزيد لها الماء، الكيله اللي درتها لها كافيه. انت الا شفتيه شرب وجاك يابس تقدري تزيدي ترشيه شويه بالماء عشان هي ما تعجنيهش، خلطيه كيما قبيل فقط. دوك نزيد ندخلو مليح في بعضاه. دخلي العجينه، بعد ما تدخلي العجينه في بعضها باطراف الاصابع فقط بلا ما تعجني، ديرها كريات الحجم اللي تحبي على حسب الحربوش اللي تقدري تتعاملي معاه. المهم ما تكبريهمش بزاف باه ما يجيكش الحربوش كبير وما تقدريش تشكليه. وها هو الغرس اللي نكونوا نقيناه مليح. انا نخدم تاع البطانه، وتعجنيه مع شويه مارغرين وقرفه وقرنفل وتشكليه هكذا. شكلي الكريه الاولى تاعك حربوش وديري داخلها هذا الثقب هذا، ما توصليش حتى للقاعده باه ما يتقعرش. ديري الغرس تاعك بهذا الشكل مصبط، ما ديريهش حربوش باه من بعد كي تقطعي المقروط تاعك ما يجيش الغرس على شكل نقطه في الوسط، يجي مصبط باه يمشي مع كامل الحبه، باه كي تعودي تاكلي فيه الغرس يجي موزع على كامل حبه المقروط، مش في النص يجي كاين غرس ومنه من العجين. اغلقي عليه وعدليه بهذا الشكل، وزيدي كسليه شوي طبعا ما تخليهش خشين، وزينيه بالطابع تاعك على السطح. مام الحواف منا ديري لهم هكا باه يجي باهي على الجوانب اكل. قطعي الحبات تاعك وعدلي لهم الحواف تاعهم مليح. شوفي الغاز كيفاه جاي ماشي مع الحبه كامل، ما يجيش غير في الوسط. حطيه في البلاطو تاعك، جهه الغرس لصقيهم في بعضهم باه ما يتحركش الغرس، بصح منا ما ديريش السطر لازق في السطر الاخر باه يتحمروا على الحواف ايضا. وديري له من الفوق بالشكل التقليدي حبات قرنفل، وكي تخلصي كامل الكميه ديريه في الفرن يكون ساخن مليح من قبل ويطيب على نار متوسطه. هاو بعد ما طاب المقروط تاعنا مليح من تحت ودات تحميره مليحه، زدنا شعلنا له باه يتحمر من الفوق مليح. وهذا درنا الشكلين، هذا الشكل التقليدي ودرناه منا بالطابع تاع المعمول، اللي حب يديروا بصح انا نفضل هذا. وشوفوا الغاز كيفاه جا ماشي على طول الحبه. في الطياب تاعو الفور ما يكونش حامي بزاف، يزرب يتحمر لك من تحت ويقعد عجين من داخل، في نفس الوقت ما يكونش ناقص حتى ما تصيش الحبه تبقى وهي في الفور حتى تجيك يابسه. والعسل اللي تشحري فيه لازم يكون ثقيل باه وتشحريه على نار متوسطه باه يتشرب بعقله ويخش له العسل في كامل الحبه ويجي معسل بالشكل اللي راكي تشوفي فيه. شاهيه طيبه.